يا مساء الفل او صباح الفل ايا كان بتسمع الفيديو ده امتى. دلوقتي هشرح لك اخر حاجه في الفيزيكس شابتر 5، اللي هو برضو شابتر عبيط مفهوش بس غير اثبات مهم جدا. والدكتور يعني من كلامه قال ان هو هيجيبه في الفاينل، فلو جه انا دلوقتي هفهمه لك هتثبته له ازاي لو جابه. وباقي الشابتر كلام عبيط كله. تمام تمام جدا كمان. طيب شابتر 5 بيتكلم عن الورك اند الانرجي. يعني work يعني شغل، يعني energy يعني طاقة. طب هناخد الطاقة الأول، بعد كده ناخد الورك، بعد كده ناخد حاجة اسمها الباور اللي هي القدرة، ونكون خلصنا الشابتر. طيب اليونت اوف انرجي يعني الوحدة بتاع الانرجي بالجول، بنقيسها بايه؟ بالجول. طيب عندي الانرجي عندي من اتنين، يا اما الكاينيتيك انرجي او البوتنشال انرجي اللي هي طاقة الحركة وطاقة الوضع. يبقى عندي اتنين، طاقة الحركة وطاقة الوضع. طيب ايه اللي انا عايز اعرفه؟ قانون، صيغة ابعاد، قصدي يونت دايمنشن. طب والله انت خدتهم في شابتر 1، ارجع لشابتر 1 كده. لو انت ذاكرت شابتر 1 فانت خلصت الانرجي. بس هشرح لك تاني. الكي اي بتساوي نص ام في تربيع، نص ام في تربيع. طيب لو انا قلت لك عايز الفي تربيع بس عشان احتاجها تحت، الفي تربيع هتقولي بتساوي 2 كي اي على ام. طب هتقولي جبتها اتنين كي اي على ام منين؟ طيب هقول لك اهو، الكي اي بتساوي نص ام في تربيع. انا عايز في تربيع تعرف لوحدها هتعمل ايه؟ خلاص اقسم هنا على نص ام واقسم هنا على نص ام، فالاتنين دي تطلع في البسط فوق، فهتقولي 2 كي اي على ام. اعتقد عرفت كده تجيب ازاي الفي تربيع عشان هستخدمها في الاثبات تحت اللي قلتلك عليه. طيب فل ال الكي اي بتساوي نص ام في تربيع، نص ام في تربيع، النص ده ثابت، الام دي كتلة، الفي تربيع دي سرعة، مربع السرعة. طب اليونت واخدها في شابتر 1، كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين. طب الدايمنشن هي كيلو جرام حط ام، متر تربيع حط ال تربيع، ثانية سالب اتنين حط تي سالب اتنين. خلصت الانرجي. الكاينيتيك انرجي طاقة الحركة. طب طاقة الوضع، البوتنشال انرجي البي اي، اختصار البي اي بتساوي ام جي اتش. ام جي اتش. طيب الام كتلة، الجي على الجاذبية، الاتش ارتفاع. طيب اليونت بالجول. طب واقدر اقول يونت كمان ايه؟ كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين. طب الدايمنشن ام ال، ثواني بس، ام ال تربيع تي سالب اتنين، لانها عبارة كلها عن الانرجي، وان الانرجي اصلا الدايمنشن بتاعها اهو، سواء طاقة حركة او طاقة وضع. القانون بتاعك، القوانين بتاعتك، صيغ الابعاد، اليونت مهمين جدا 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 جدا. تمام تمام جدا كمان. طيب قبل ما نخش طب تعال ناخد بقى العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. في حاجة اهي، طاقة الوضع وطاقة الحركة اهي، ان الكي اي بتساوي سالب بي اي. العلاقة بينهم دي العلاقة بين ايه؟ بين طاقة الوضع وطاقة الحركة، طاقة الوضع وطاقة الحركة. طيب انا لما اقولك ان ده في اقصى ارتفاع، في اقصى ارتفاع بتكون الكي اي طاقة الحركة بصفر، ما انا خلاص في اقصى ارتفاع. طب البي اي طاقة الوضع ماكس بتكون في اعلى قيمة ليها، وكل ما بتنزل لتحت بقى العكس بقى. طب لما الكي اي كل ما تنزل لتحت انكريز بتزيد، طب الكي اي في الاول خالص في تحت خالص بتكون ماكس بقى. طيب وهكذا البي اي عكس بقى، بالديكريز بتقل لحد ما توصل ايه؟ للصفر. طيب انت عارف ان دلتا كي اي هي بين كي اف، كي اي اف ناقص كي اي اي، اللي هي لو مثلا عندي سرعتين، عندي طاقتين، الطاقة الكبيرة ناقص الصغيرة اللي هي النهائية ناقص الابتدائية. طيب دي انا عايزك تعرفها. طيب هو في الامتحان لو جاب هيجيب لك اثبات ايه؟ عايز يثبت ايه؟ ان الدلتا كي اي بتساوي اف دلتا واي.
عايز يثبت الاثبات ده هيقول لك في الامتحان بروف ذات، ده لو جابها يعني، بس هو يعني كان لمح ان هو يجيبها، دلتا كي اي بتساوي اف دلتا واي. اثبت لي الكلام ده يا باشا. هتعمل لي ايه؟ سهلة وبسيطة. عارف قانون التالت في معادلات الحركة؟ هاتهولي. تعالى بس ايه، نجيب ورقة فاضية علشان نعرف نشتغل. هتعمل ايه؟ قلت لك هات لي القانون التالت اللي هو الفي اف تربيع بتساوي الفي اي تربيع زائد ايه 2 ايه دلتا واي. المفروض ان انت حافظه. وهتعمل ايه؟ هنا في وهنا في، قلت لك هتشيلها وتحط مكانها ايه؟ عارف الكي اي بتساوي نص ام في تربيع. قلت لك الفي تربيع هتساوي ايه؟ 2 كي اي على ام. طب هتقولي اشمعنى 2؟ قلت لك جبتها لك في الاول وقلت لك هنستخدمها تحت. كل اللي هتعمله هتشيل الفي اف وتشيل الفي اي وتحط لي 2 كي اي على ام. طيب انا اسمع كلامك وامشي وراك. هتقول لي اهو عملت شرط كسر، واحدة كمان، زائد 2 ايه دلتا واي. ادينا نزلت باقي المسألة. طب هشيل الفي اف واحط مكانها 2 كي اي على ام. 2 كي اي على ام، بس هخليها كي اي اي اف. كي اي اف يعني نهائية زي ما هي. طيب 2 كي اي انيشال على ام. طيب انا عايز اتخلص من الام يا عم، دي شكلها وحش. انا عايز اتخلص منها، هعمل ايه؟ عايز اتخلص من 2 والام، هعمل ايه؟ اضرب في المقلوب، هتضرب لي عليه ام على الاتنين في المعادلة كلها. ما انا عايز اتخلص من الام، بضرب في المقلوب بتاعها اللي هي ام على واحد. طب انا عايز اتخلص من الاتنين، اضرب في نص، فاوريدي اصبح ام على الاتنين. ضربت في ام على الاتنين. لما اضرب في ام على الاتنين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كل خير. هتعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل قصدي؟ الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، والام دي هتروح مع الام دي، وهكذا. هنا الام هتطير مع الام والاتنين هتطير مع الاتنين. طيب وهنا الاتنين هتطير مع الاتنين بس الام هتفضل. يبقى اللي اتبقى هنا عندي كي اي اف بتساوي كي اي اي زائد اي ام، او خلينا نمشي بالترتيب افضل، ام اي دلتا واي. طيب لو انت بقى مركز هتقول لي يا عمي انت كتبت لي ايه ام هنا؟ طب وانا هطير ام ليه؟ ما انا عندي ما عنديش ام عشان اطيرها، فانا طيرت الاتنين مع الاتنين اللي في المقام، وفضلت عندي الام ضربتها في الايه. طيب مش واخد بالك ام في ايه يعني ايه؟ يعني فورس، يعني قوة. على انزل قول لي كي اي اف بتساوي كي اي اي زائد حوش دي وحط لي اف دلتا واي. تصدق انا حاسس ان أنا قربت ودي الناحية التانية دي. فهتقول لي كي اي فاينل ناقص كي اي انيشيا بتساوي اف دلتا واي. يا سلام. انا لسه قايل لك في انا بشرح ان كي اي فاينل ناقص الكي انيشيال هي الكي اي اللي هي دلتا كي اي هتساوي دلتا اف دلتا واي. او قول اف على طول، ما تقولش دلتا. وانا اثبتت له اللي هو عايزه، اثبتت له الاثبات اللي هو عايزه. والاثبات ده في غاية الاهمية، في غاية الاهمية، واثبات تافه جدا جدا جدا. كل اللي عملته ان انا جبت القانون التالت بتاعي في المعادلات، تمام، وشلت الفي اف دي والفي اي دي وحطيت مكانها بقانون، عوضت بيها بقانون الحركة، طاقة الحركة اللي هو نص ام في تربيع. طب جبت الفي تربيع هنا جبتها بكام؟ 2 كي اي على ام. 2 كي على ام. شيل الفي اف والفي اي وحط مكانه 2 كي على ام. 2 كي على ام ونزل دي زي ما هي. طيب انا عايز اخلص من الاتنين، من الام والاتنين، هعمل اضرب في المقلوب. مقلوب الام واحد على مقلوب الواحد على ام هي ام،
طب مقلوب الاتنين هي واحد على الاتنين، فأصبحت عندي ام على هضرب في الكل ام على الاتنين. طب لما اضرب في ام على الاتنين، ام مع ام والاتنين مع الاتنين، ام مع الاتنين وام مع ام، الاتنين مع الاتنين ويفضل ام، فهنزلها هتقول لي ام ايه، تنزل كي اف فاينل بتساوي كي اي انيشال زائد ام ايه. طب الام ايه بتفكركش بحاجه بالفورس، فهتشيل الام ايه وتحط مكانها الفورس، فهتقول لي كي اي اف بتساوي كي اي اي زائد اف دلتا واي. ودي الناحيه التانية، فتصبح عندك كي اي اف ناقص كي اي اي بتساوي اف دي، فدي انت عارف ان دي بتساوي دلتا كي اي، فاوريدي اصبحت عندي الدلتا كي اي بتساوي اف دي واي. طب اقول لك حاجه تانية، الدلتا بي اي هتساوي ايه، سالب اف دلتا واي. ليه؟ انا قايل لك ان الدلتا كي اي بتساوي سالب بي اي. فل كده اثبتت لك. ولو انت مش فاهم بقى روح عيط، انت بني ادم براس كلب، شرحتها لك مرتين، اعمل لك ايه تاني؟ والاثبات عندك اهو، الاثبات عندك اهو، الاثبات عندك هنا كله تمام. تمام يا عم. في ملاحظة صغيرة بس هنا كده، لما اقول لك ان الكي اي قصدي لما اقول لك ان السرعة منتظمة، يبقى الكي اي بتساوي صفر، ممكن يجيب لك ام سي كيو، فانت اعرف يعني ايه سرعة منتظمة بالانجلش، يعني ايه كاينيتيك انرجي، انت عارف يعني ايه انجلش، بتساوي صفر. بس كده خلصت لك طاقة الوضع وطاقة الحركة، ودي يعني انت عارفهم، مش يعني مش من صعوبتهم. بعد كده تاخد الورك الشغل، ان الموز دبليو بيساوي اف دي كوزاين سيتا، اف دي كوزاين سيتا، اف دي كوزاين سيتا، اليونت بالجول او نيوتن في متر، الجول او نيوتن في متر. طيب تمام. طب عندي ثلاث حالات للشغل، يا اما موجب بوزيتيف، يا اما نيجاتيف، يا اما زيرو. طيب حلقة حفظ يعني، لو هتبصمج، لو انت بتحب البصمجة بصمج بالصباع كده وبصمج، بس ما اقولكش بصمج، هو حفظ يعني. البوزيتيف نيجاتيف زيرو، هتقولي ايه؟ اقولك يا عم اهدى. لو موجب بوزيتيف يعني هتقولي الدبليو الشغل اللي بيساوي الاف في دي امتى، لما تكون الثيتا اكبر من او تساوي صفر، او اكبر من 90، اكبر من 90، اكبر من يعني الثيتا تكون اكبر من 90. تمام. او الثيتا بتاعتي تكون اكبر من او تساوي صفر. طيب طب لما الثيتا تساوي صفر، كوزين صفر بواحد، فاصبحت الاف في الدي فكده قيمة عظمى. يبقى اقول لك امتى الشغل بيكون ماكس، لما تقول لي لما الثيتا بتساوي صفر. ممكن يجيب لك ام سي كيو، عادي يجيب لك ام سي كيو. طيب امتى يكون نيجاتيف، لما تقول لي تكون الثيتا اقل من او تساوي 180. يعني لو الثيتا بتساوي 180 فهتقول لي الورك كده الورك بتاعي بيكون نيجاتيف. طيب لو اكبر من 90، لو اكبر من 90، لو اكبر من 90 هتعمل ايه يا جدعان؟ هنا معلش، هنا اكبر من 90 برضه. لو اكبر من 90 هتعمل ايه؟ حاسس ان دي مكتوبه، انا مكتوبه غلط، بس يعني هقول لكم. تمام. يبقى سالب لو اقل من 180 او تساوي 180. طيب امتى يكون زيرو؟ امتى يكون زيرو؟ امتى زيرو؟ لو الثيتا تساوي 90. لو الثيتا تساوي 90 يعني عمودي، يبقى اذا الشغل بتاعي هيساوي صفر. الشغل بتاعي هيساوي ايه؟ صفر. لان كوزين 90 بصفر، فاصبح ده كله بصفر. طيب. طيب امتى آه احصل على شغل نون زيرو، يعني مش صفر؟ لما تكون زي الاوبجكت must have، يعني الحاجة اتحركت، the force must have a non zero component، ما هي تمام. دول الشرطين بتوعك، ان الورك بتاعك ما يكونش زيرو. تمام، احفظهم شرطين عندك. بعد كده عندي حاجة عبيطة اسمها القوة الجاذبية المركزية. القوة الجاذبية المركزية بنرمزها برمز اف سي. طيب بتساوي ام في تربيع على ار، ام كتلة في سرعة ار نص القطر، دي اللي هي القوة الجاذبية المركزية. طب لو عندك سطح ناعم قوة الاحتكاك هتساوي صفر، ترجمة بالانجلش واحفظها اديك ام سي كيو عادي. طيب
انا كده خلصت لك القوة المركزية، الجاذبية المركزية، كلام عبيط يعني، اهبل. بعد كده اخر حاجة ونكون خلصنا الفيزيكس كلها، القدرة، الباور، خدناها في ثالثة ثانوي. الباور بتساوي الورك على الزمن، او دلتا اي على دلتا تي. طيب اليونت جول على ثانية، جول على ثانية او الوات. طب انا اقول لك بطريقة كنا حافظينها بيها، اقول لك يعني، بس هي مكانتش كده، بس انا هحاول اهبط معاك شوية لو انت يعني عشان متنساش. بس الباور اعتبره ولد مثلا يعني، ولد بيحب واحدة اسمها جاسمين، اهي يا عم قول جاسمين خلاص، وبيكلمها على الواتس، يعني اهو بسهلك الحفظ كمان اهو عشان متنساهاش. اعتبر ان الباور ده ولد، باور ولد، اليونت بتاعته ايه؟ الباور ده ولد بيحب بنت اسمها جاسمين جول على ثانية، وبيكلمها على الواتس اللي هي الوات. اي خدمة يا معلم. عارفك قاعد تضحك دلوقتي، بس يلا اضحك يا عم. طيب الباور بتساوي، قلنا الورك على، على ايه؟ على التي. طيب او بيساوي كمان القوة في نصف القطر على الدلتا تي، دي ار على دي تي، اللي هو بيساوي من الاخر يعني، من الاخر بيساوي في اللي يساوي الاف، القوة في السرعة. وده قانون عندك برضو عايزك تحفظه، عشان هنستخدم دي في المسائل كتير، ان هو بيساوي الفي في الاف، الباور بتساوي الفي في الاف، هنستخدمه كتير كتير جدا كمان. طيب عندي كام تحويلة كده، تحويلتين عشان تستخدمه في المسائل، في الباور بالذات. لما يديك بالكيلو كالوري، عايزها الكالوري هتضرب في 1000. طيب لو من الكالوري للجول هتضرب في 4 و18، يبقى لو من الكيلو كالوري للكالوري هتضرب في 1000، طب من الكالوري للجول هتضرب في 4 و18، 4 و18. كده أقول لك خلصنا المنهج. تعرف تزهرت زهرت، أو مش انت طبعا، مش مهندسة ولا اتزهرت، مش انت، ما تقللش مننا بقى. طيب كده خلصت لك الشرح. عارف ان انا بشرح بسرعة يعني، انا زي ما قلت لك ان في شابتر 3، يعني انت لو شفت شابتر 1 وشابتر 2 انا شرحتهم لك باستفاضة وفسرت لك كل حاجة حرفيا. طب شابتر 3، 4، 5 حرفيا يعني، مش عايزين هبد كتير في الشرح يعني، مش عايزين وقت كتير في الشرح، عايزين منك حل، حل 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 ثم حل. ليه؟ لان الحل هيتعرض لافكار جديده، هو كده كده في الامتحان مش هيمتحنك كشرح، في الامتحان هيديك اسئله ويقول لك حل، فاهمني؟ فما تقوليش انت بتشرح بسرعه ومش عارف ايه، لا 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 لا, لا. ما تحججش، اسمع الشرح، راجع شابترك بقوانينك و... وارجع اجرى شابتر 5 تاني من الكتاب بعد ما تكون ذاكرته من البي دي اف اللي انا عامله اللي انا بشرح منه. هتكون بيرفكت في الفصل. حل الاسئله اللي عندك في الكتاب، آه، اسئله هامه جدا اللي بتاع الكتاب، وهنشوف هنعمل ايه بقى قاعدين في الحل، هننظم الدنيا ازاي. لسه قدامنا يعتبر، انا بصور لك الفيديو ده الساعه 4، يعني لسه قدامنا الخميس كله، وقدامنا الجمعه، وقدامنا السبت، قدامنا 3 ايام لسه. فاللي هو ال3 ايام حرفيا دول هنظبط الدنيا في الحل، فما تقلقش يعني. بس لو انت وصلت معايا للنهايه فاحب اقول لك عاش عليك بجد، انت كده خلصت 5 شباتر. بتبقى بس لينا ان احنا يعني انت تحل، واستنى انا يعني ان شاء الله اعمل لك حل على كل شابتر، اهم الاسئله على كل شابتر ازاي تحل. ومفروض ان انت تحل قبل ما انا احل، علشان تعرف انت يعني ايه اللي معرفتوش، وتحاول ان انت تعدي عشان بتيجي في الفاينل ما تغلطش نفس اللي انت وقعت فيه لوحدك. تمام. بس يا سيدي، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، عشان بعد كده لما انزل اي فيديوز يوصلك من غير ما ننزل على اي جروبات او اي حاجة من كده. بس مع السلامة.